في بلاد الطواحين الجبنة الخشب كان في عيل شعره أشقر وعينه كلها تركيز. ولد قرر من صغره إنه ميبقاش ولا مهاجم ولا جناح. هو من صغره قرر إنه يبقى مدافع لكن بيشوط صواريخ. الراجل دوت هو رونالد الكومان. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. كون يا صديقي من المدافعين اللي لو غلطت ضده مش هيكلمك، ده هيشوطك انت والكوره في المدرجات. بدأ مسيرته في اياكس، بعد كده راح فريق فاينورد عشان يتوهج في بي اس في ايندهوفن. وساعتها رونالد كومان بدأ اسمه يلمع، مش عشان هو مدافع ولا عشان بيدافع كويس او كل ده، لا، عشان اتشهر بتسديداته الصاروخيه. عشان تيجي سنه 89 نقله في مسيره رونالد كومان، كرويف طلع صرح قال انا عايز راجل في الدفاع يفهمني. ساعتها برشلونه قرر تتعاقد مع رونالد كومان في نهائي دوري ابطال قدام سامبدوريا. في الدقيقه 112 يجي فاول خطير لبرشلونه. الجمهور متوتر، اللعيبه كلها متوتره، عشان يدخل رونالد كومان بكل ثبات يحط صاروخ ارض جو في مرمى سامبدوريا، وبرشلونه يفوز باول دوري ابطال في تاريخه برعايه اقدام رونالد كومان. عشان ساعتها كومان اتكتب اسمه في كتب التاريخ، ولكن الاكثر كانت في قلوب عشاق البلاوجرانا. وبعد الاعتزال رونالد كومان يدرب فريق شبه فالنسيا، ساوثهامبتون، ايفرتون، والدنيا كانت ماشيه بالزق زي ما هي ماشيه معانا عشان يرجع تاني برشلونه. ولكن المره دي ما كانش لاعب، كان مدرب. بدات متاهه رونالد كومان. دخل النادي، مفيش فلوس، ميسي ماشي، والناس عايزه بطولات. هو قال لازم قرارات. اول قرار يا كوتش. هنمشي سواريز، ازاي؟ ده الهداف بتاعنا. كبر في السن. طب وميسي يا كوتش؟ طب وميسي؟ جرب لعيبه شباب كتير زي فاتي، بدري، وفي مطوشه بان فيها ان رونالد كومان كمدرب عنده فكر، بس الضغط يا صديقي ما بيرحمش. جماهير، اعلام، اداره في الضياع. والسؤال هنا بقى يا صديقي لكل مشجعين الكوره وخصوصا مشجعين فريق برشلونه، لو انت مكان رونالد كومان هتمسك الفريق ولقيت سواريز الهداف بتاعك كبر، ميسي هيمشي، كنت هتاخد نفس القرارات ولا كان هيبقى ليك قرار تاني؟ استني رايك في الكومنت. ودلوقتي يا صديقي هقول لك شويه ارقام كده ومعلومات عشان لما تلعب مع اصحابك على القهوه تقدر تغلبهم. سجل رونالد كومان 253 هدف طوال مسيرته بالرغم من انه قلب دفاع. ومع برشلونه يا صديقي لعب 192 ماتش، سجل فيهم 67 هدف. وعشان الحكايه تكمل هو فاز دوري ابطال مره، وهو اللي احرز الهدف في الدقيقه 112 زي ما قلت. رونالد كومان معاه 4 بطولات دوري اسباني كلاعب، فاز بيورو 88 مع المنتخب الهولندي. وكمدرب يا صديقي هو فاز بكاس ملك اسبانيا مره واحده مع فالنسيا، وفاز ب2 دوري هولندي، وفاز بدوري واحد كان مع برشلونه سنه 2020. كومان هو المدافع اللي بيسجل، الشخص اللي مش بيخاف ياخد قرارات عشان محدش يزعل منه. بس لو بصينا وراه هتقدر تعرف ان رونالد كومان كان نفسه يعمل فريق، مش بس عايز يكسب ماتش، لا، كان عايز يبني فريق قوي يقدر يسيطر بيه على اوروبا. ورغم الهدوء ورغم الزعل، رونالد كومان اسمه هيفضل في التاريخ انه المدافع اللي كان بيسجل صواريخ برجله، والمدرب اللي كانت مشكلته الوحيده انه كان صريح زياده. لو عجبتك الحلقه يا صديقي ما تنساش تعمل شير، لايك، سبسكرايب، اتفرج على الحلقات اللي فاتت، اتفرج على الحلقات اللي جايه، واي حاجه بقى من الحلقات دي يا صديقي. يلا استناكم في الحلقه الجايه، ما تنساش صلي على النبي.